نشر المنتخب البلجيكي صورة لنجميه كيفن دي بروين وراميلو لوكيكو أثناء لعب الشطرنج، على طريقة الإعلان الأخير الذي جمع ميسي ورونالدو. وعلق الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي في تويتر على صورة دي بروين ولوكاكو قائلا: الفوز حالة ذهنية. ويواجه منتخب بلجيكا المنتخب الكرواتي زوال الخميس بداية من الساعة 4 بملعب أحمد بن علي لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. ويتصدر منتخب كرواتيا والمغرب المجموعة السادسة ب4 نقاط، ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث ب3 نقاط، في حين تحتل كندا المركز الأخير من دون رصيد.